السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير خواتاتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله كاع تكونوا بخير وعلى خير. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا جيت نشارك معكم طريقة خياطة مئزر المطبخ خطوة بخطوة بطريقة بسيطة تنفعكم في الدار وتقدروا ديروها حتى مشروع صغير وتربحوا منه. بصراحة قبل ما نبدا الفيديو تاع نهار اليوم حبيت نوضح حاجة للمتابعين على صفحتي في الفيسبوك. راه صرالي فيها خلل ما نقدرش ندخل. والله خواتاتي اليوم 3 ايام ما قديتش ندخل لها وما نقدش نشوف لا تعليقاتكم ولا الميساجات تاعكم. نقول لكم سمحوا لي بزاف خواتاتي، على بالي باللي راسلتوني وما جاوبتكمش. راني نعتذر منكم كامل وربي يجازيكم ان شاء الله على صبركم ودعمكم ليا. ان شاء الله عن قريب نفتحها ونعاود نولي معاكم. هنا كما راكم تشوفوا نبداو بسم الله، نروحوا للطريقه تاعنا تاع نهار اليوم مباشره. كيفاش نفصلوا هذا المئزر؟ هنا يا خواتاتي عندي متر نتاع قماش نتاع السربيته. هنا كما راكم تشوفوا شريت متر ورا فيها هكا شويه زياده، غادي نقاليزي القماش تاعي. هنا قبل ما تفصلوه قاليزوه، شوفوا خواتاتي حتى تقاليزوا القماش تاعكم باش عاد تروحوا تفصلوه. ديروا القياس اللي غادي نعطيه لكم انا. هنا راني نقاليزي فيه باش هكا نوري لكم. وكما قلت لكم هنا كي تبغي تخدمي كمشروع، بالنسبه للاخوات اللي بغوا يديروا مشاريع رمضانيه تخدم المآزر، نقول لك شري برولو تنقام لك رخيصه على من تشري بالمتر. واللي تبغي تخدم 5 6 7 8 هكا وتبيعهم تشري بالمتر. هذا خواتاتي للمبتدئات باش هكا يفهموني كامل. اللي تبغي تخدم كمشروع وما تبغيش تكثر، ديري حبات هكا كل خطره تبيع وتعاود تشري بالمتر. هنا كما راكم تشوفوا متر تخرج لك 4 تاع المآزر ولا 4 تاع الطابليات اللي غادي نعطيكم القياس تاعهم دروك. هنا كما راكم تشوفوا انا غادي هاد المتر طويتها من الجهه اللي فيها متر، هي اللي طويتها على 2. وهنا القماش هذا عرضه فيه متر ونص. ماشي ما تشروش من تاع اللي فيه عرضه 90، شروه من اللي فيه متر ونص باش يخدم لكم 4 تاع طابليات. صاي خواتاتي كاين تاع هذاك اللي يدير 15 ميل ولا 12 ميل ما باش شحال المتر، هذاك عرضه 90. ما تروحوش تشرو منه على خاطر ما غاديش يخرج لك 4 طابليات. انا شريت اللي عرضه فيه متر ونص. صاي خواتاتي هنا كما راكم تشوفوا عرض المئزر تاعي درت فيه 65 سنتيم والطول تاعه درت فيه 50، على خاطر هذيك المتر طويتها على 2 تعطيك 50 سنتيم صحيح في الطول. والعرض كما قلت لكم درت 65 سنتيم باش يجيني المئزر تاعي عريض ويجي وافي. هنا بعد ما قصيت هذاك القطع زوج عاودت كان باقي لي القماش، شوفوا رفدت القطعه هذيك وحطيتها فوق اختها كيما هكا. تبقى لك هذه القطعه هذه، شوفوا هذه تبغوا تخدموا بها مشاريع اخرى ولا تدسوها حتى ديروها في مئزر اخر ديروا لها الجيوب بها. هنا كما راكم تشوفوا خواتاتي بعد ما قصيت القطعه هذو دروك نفصل ما بيناتهم. هنا راه مطويين على 2، نجي من هذا الجانب هكا نفتح، والقطعه الاولى راني فتحتها من الجانب. ها هي راني تحصلت على 4 قطع، شوف 4 تاع الطابليات ولا 4 تاع المآزر، كل واحد وكيفاش يقولها المئزر ولا الطابليه. المهم هنا تحصلت على 4 قطع. دروك هنا حنجيبو قماش الاني تاع دراوات. شوف تبغي ديري قماش الاني تاع دراوات، تبغي ديري راه يتباع القماش نتاع الطابليات. هنا باش نتيا ما تكلفيش روحك وديري مشروع والزبونه كي تشري عليك كذلك ما يجيهاش غالي بزاف، لهذا خيرنا هنا نديرو القماش نتاع دراوات. صاي درت في الاني ويكون على حسب اللون اللي يكون في السربيته تاعك. انا هنا عندي في الجون كما راكم تشوفوا كاين غير هاد القطعه واحده برك اللي غادي ندير لها هكا، والقطع الاخرين هذوك 3 اللي باقي لي غادي ندير لهم الكري. ها هي القماش الاني في الكري. هنا كما راكم تشوفوا نجيبوا القطعه تكون على حساب الطول والعرض نتاع المئزر هذا. شوف القطعه نتاع الاني هذوك يكونوا كاع كيف من بعد تجي منا مع هذا الجانب هذا تطويهم هكا على 2، وفي الجانب هذا تجي هكا تقصي تكلي تقوسي المئزر تاعك باش يعطيك هذاك لافورم بزاف شابه في الجهه السفليه، ومن بعد تفتحي كيما هكا. شوف دروك هنا بعد ما فصلنا القماش هذا الاني نقلعه كيما هكا على جهه، ونروحوا غير السربيته تاعنا ما ديروهاش في الاني هذه، ديروها غير في السربيته. هنا في السربيته تاعكم هذه تجي هنايا تحكمي هكا امبول ولا غير عينك ميزانك وتديري وتقوسي هكا على حسب اللي دخلي يدك. ما تكبريهاش بزاف حتى تجي مفروعه بزاف، ديريها غير شويه قيمه اليد كي تدخل. ديروا حسابكم الا درتوها كمشروع اليد كبيره تدخل واليد صغيره تدخل. صاي ما ديروهاش ضيقه بزاف. هنا خواتاتي كما راكم تشوفوا بعد ما قصيت هذه دوك نروح ندير لها شريط البي. هنا غادي نفينيها كامل نزينها بالبي في الجيوب كيما هكا. هنا شوفوا البي راه عندي هذا المورد هذا ما عنديش بزاف منه،
غادي ندير منها غير في الجيوب نديكوري به، ومنها مع الجوانب غادي ندير لها البي في الابيض. هنا كما راكم تشوفوا ها هي راني خيطت البي كامل في الجيوب كما هكا. درك نروحوا للقطعه نتاع الاني هذه اللي فصلتها مع القطعه الثانيه تاع السربيته. شوفوا في الاني قصيتها غير من الجهه السفليه، درنا هذيك التقويصه. عند الجيوب ما قصيناش باش تبقى هذيك القطعه مغطيه الجيب تاعنا. شوفوا خواتاتي كي تجي تحطيها هكا. درك هنايا القماش نتاع الاني الوجه تاعه راهي شوف لعندي، راهي شوف للجهه العلويه، والظهر تاعه راه على الطاوله. صاي ان شاء الله تكونوا فهمتوني. ما ديروش العكس، ما ديريش الوجه نتاع الاني ديريه في الظهر. صاي باش هكا المئزر تاعكم يجي مفيني ويجي شباب. هنا حكميه كامل هكا بلي زيبانغل كاع باش يساعدكم في الخدمه كي تكوني ديري في شريط البي ما يغبنكش. بعد ما نحكمها هكا بلي زيبانغ نقلب القطعه هذه على الظهر تاعها كيما هكا، ونجي هنايا نحكم البي تاعي. شوفوا نفتحو نخيطه كاع صاير داير، ونعاود نقلب القطعه هذه على الوجه تاعها ونعاود نخيطها في الامام. شوف هنا غادي نخليكم الفيديو يتمشى تشوفوا طريقه الخياطه سرعه شويه باش ما يجيكمش طويل خواتاتي، وتقدروا تتبعوه للاخير. هنا الخطره الجايه ان شاء الله نشارك معاكم كيفاش تركبوا البي في القناه الثانيه ان شاء الله. كانوا طلبوا مني بزاف الاخوات ما نعرفش كيفاش نركب البي، راني هنا صورتها لكم ونعاود نشرحها لكم في القناه الثانيه كيفاش ديروا تركبوه ويجيكم فيني وشباب. هنا بعد ما خيطت القطعه هذه عاودت قلبتها هكا على الوجه تاعها وتخيطي. كي تخيطوا البي تاعكم خيطوه مع الحافه، ما تجيش في الوسط وتخيطي. صحيح هنا دوري به كاع هكا ساع فيه غير بشويه دخلي هذاك القماش لداخل وقلبي البي تاعك. المهم تخدمي خدمه فينيا وشابه. شوفوا خواتاتي هنا بعد ما خيط القطعه هذه كامل درت بها كاع صاير داير. شوفوا وهنا الخياطه شوفوا كيفاش تخيطوا البي تاعكم تجو مع الحافه كامل هكا مع الحافه وتخيطي. المهم كي تخيطي ما تقلقيش وما تزيديش في الفيتاس تاع الماشينه، نقصي له وركبي البي تاعك باش تجيك خدمه نقيه وشابه. هنا بعد ما كملنا كامل الخياطه هذه نروحوا نحكموا القطعه تاعنا تاع المئزر هذه. طويها هكا على اثنان، بعد ما تطويها على اثنان كيما هكا عيني لها الوسط تاعها. هنا كيما راك تشوفوا حسبت انا قيمه 28 سنتيم. هاي تحسبي 28 سنتيم ولا 8 ولا 29 سنتيم. شوفي نتيا شحال راكي باغيه ديري الطول تاع الجيب تاعك. هذه 28 سنتيم تاع عينت بها الطول تاع الجيب تاعي. صاي بعد ما تعيني هذاك الوسط تاعك تجي تخيطيه كيما هكا هيا، ومن بعد تعاودي تجي من الجانب هذا كذلك تفوتي عليها بالخياطه وتلاقي ما بين هذاك الخط الاول اللي درناه في الوسط. ها هو وهنا ديري بوان داري وتقصي هاد الخيوط كامل تقلعوهم. دروك هنا كما راكم تشوفوا راني كملت الجيب خيطته. نجيبوا القطعه هذه نتاع الدراوات. شوفوا العرض تاعها راه فيها 10 سنتيم واللي غادي نديروها للحزام، والطول تاعها غادي ندير فيها 2 مترات. ها هي عبرت متر ونص وزدت حسبت 50 سنتيم. هنا الحزام تاعي درت فيه 2 مترات. هنا بعد ما قصيت القطعه هذه راه فيها 2 مترات تحكمي القطعه تاعك كيما هكا تطويها على اثنان تعيني لها الوسط تاعها وتعاودي هنايا تجي عند وين ما عينتي هذاك الوسط اللي درتي به الجيب. شوفوا الخط هذاك اللي خيطتيه حطي عليه القماش هذا باش هكا تعرفي الوسط تاع الحزام تاعك وما يجيكش الحزام جهه طويله وجهه قصيره. هنا الوجه نتاع الحزام راه في الظهر نتاع الطابليه تاعنا. شوفوا بعد ما نخيطه عاود يولي للوجه في الامام كيما هكا. شوف هنا نجي مع الحافه كيما هكا ندير الوجه نتاع القماش لداخل كيما عودتكم في الفيديوهات السابقه الخياطه نتاع المآزر. شوفوا نجي منا مع الحافه هكا ندير هذيك التقويصه ونخيط. هنا بعد ما توصلي هنايا ما تفوتيش بها بالخياطه، خلي هذه الفتحه باش تقدري تقلبي منها الحزام تاعك. شوف ترديها على الوجه تاعه تجيك خدمه نقيه ومفينيه وتجي شابه خواتاتي. هنا كما راكم تشوفوا راني قلبت الحزام تاعي في هذا الجانب هذا. في الجانب الثاني ديروا بنفس الطريقه كيما هكا، ومن بعد تجي هنا في الامام تدخلي قيمه نص واحد ولا 1 سنتيم للداخل كيما هكا تفيني الخدمه تاعك. تجي منا مع الحزام مع الحافه كامل تدي وتردي في الخياطه ديري بوان داري في الاول ومن بعد تخيطي حتى للاخر. هنا مع الحافه تخيطي باش تجيك خدمه نقيه وشابه. نخيط كاع المئزر تاعي نكمله ونوريه لكم واجد خواتاتي.
وهنا خواتاتي كما راكم تشوفوا كملت المآزر ولا الطابليات تاوعي. راني خيطت هنا معاكم 3. شوفوا خواتاتي هي فصلت فيها 4، خيط 3، ولكن اللي يجي في الظهر ما لقيتش باش نديره مع الرابعه. قلت خلي حتى نشري لها ونزيد نشري البي كذلك كمل لي. انا المهم شاركت معاكم نتوما هكا الطريقه باش تستفادوا منها وتخدموها كمشروع خواتاتي. بالقماش اللي كان عندي خدمت به. هنا كما راكم تشوفوا في الظهر كما كتخدمي تتعبري الجيب شحال تبغي ديري فيه الطول وشحال تبغي ديريه، تبغي تصغريه صاي، تبغي تخليها كاع مفتوحه بصح ما تخليهاش مفتوحه باش ما تعوش ديري كاش حاجه تهود لك كاع الجهه السفليه، لهذا لازم تقسميه. هنا كما راكم تشوفوا راني خدمت وحده في الجون كما هكا، وهذو درتهم هكا في الكري. شوفوا كذلك يجوا شابين ويجوا متحوفين. هذو كذلك خيطتهم هكا الجيوب، شوفوا قسمت ما بيناتهم. هيا راني خليت لكم هذه هكا بالابيض، غلطت فيها كنت نخيط وخليت الابيض. هنا كي تخيطوا الخيط يكون على حساب القماش الا بغيتوا ديروهم كمشروع صاي باش تجيكم خدمه فينيه وشابه. هنا كما راكم تشوفوا نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا اليوم. ما بقى لي نقول لكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو وتكونوا استفدتوا من هاد المآزر وتجربوهم وديروهم كمشروع اخواتاتي. ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. هنا كما راكم تشوفوا في الحزام هادو درتهم في الكريده تاع رقيق، وفي الجون درتها عريض. تبغي تعرضيهم تبغي تنقصيهم نتيا كما تبغي. هنا كما راكم تشوفوا هاي المئزر القطعه اللي بقات لي خاطر جاي ان شاء الله نخدمها ونحدد هادو نديرهم في اللومبالاج تاعها. ونقول لكم تهلاو في روحكم بزاف بزاف خواتاتي. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله ومع السلامه.